زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الأفلام العربي اللي هتنزل السنة دي، هنتكلم الحلقة دي عن الأفلام الأجنبي اللي هتنزل، والحقيقة 2024 بتعوضنا عن السنة اللي فاتت بأفلام جبارة، فجهز مشروبك وتعال نشوف. على قد ما سنة 2023 ما كانتش أقوى حاجة في الأعمال الفنية، بس طلعنا بشوية أفلام حلوة زي أوبنهايمر وفوز روبرت داوني جونيور بالأوسكار، شفنا أفلام أكشن قوية جدا زي جون ويك وميشن امبوسيبل وذا إيكولايزر الجزء الثالث، مسلسلات حلوة زي لوكي الجزء الثاني ومسلسل جين في وسكسيشن وبلاك ميرور الجزء السادس. فخلينا نبدأ بأفلام السنة دي وناخدهم بالترتيب من حيث وقت صدورهم ولحد آخر السنة. وأول فيلم معانا هو كينجدم اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس، وهو الجزء الرابع في السلسلة، وبيتكلم عن مصير عشيرة القرود بعد حكم سيزر لسنوات، وبنستكشف العالم الجديد بعد الحرب، وبنكمل الصراع ما بين البشر والقرود. والفيلم حاليا متاح في جميع السينمات في مصر وفي الوطن العربي. انا اتفرجت على الفيلم ورشحه لكم جدا، وحاليا بجهز المراجعه بتاعته اللي هتكون في الحلقات الجايه. فيلمنا التاني هو فيلم فيوريوسا ماد ماكس ساجا، وهو الفيلم اللي بيسبق احداث فيلم ماد ماكس فيوري رود. والفيلم بيتكلم عن بطلتنا فيوريوسا ورحلتها في مرحله الشباب قبل ما تقابل ماكس. والفيلم بطوله انيا تايلور جوي وكريس هيمثورث، والفيلم هيتم صدوره بتاريخ 24 مايو، يعني تقريبا اخر الشهر اللي احنا فيه. فيلمنا الجاي انا الحقيقه مش منتظر منه اي شيء غير ان اشوف ويل سميث ومارتن لورنس طالعين بيهزروا وبيضحكوا على الشاشه، وهو فيلم باد بويز رايد اور داي، وده هيكون الجزء الرابع من السلسله بعد 4 سنين بعد اخر جزء وهو باد بويز فور لايف. والحقيقه انا مش مستني كتير من الفيلم ده لانه فيلم مرتبط بنوستالجيا وذكريات كتير جدا مع باد بويز من اول جزء. والفيلم متوقع صدوره تقريبا في بدايه شهر 6 في جميع السينمات. الفيلم اللي معانا بعده هو الجزء الثاني من فيلم انسايد اوت، واللي كان من احلى افلام الانيميشن اللي انتجتها شركه بيكسر، وكان تقييمه على اي ام دي بي 8 من 10 تقريبا. متوقع ان الجزء الثاني يكون على نفس مستوى الاول وممكن يكون افضل، وتم تحديد ميعاد نزول الفيلم في شهر 6 في جميع السينمات. الفيلم اللي بعده معانا هو فيلم ذا اكزوريزم للنجم راسل كرو، ويمكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اكون متحمس لها في الفيلم هي وجود راسل كرو في الفيلم، لان الحقيقه افلام الرعب الفتره الاخيره بقت اقرب لافلام الكوميديا، وبقى مستواها ضعيف جدا، وبقت مكرره ومعتمده اعتماد تام على التاثيرات البصريه والتصوير بدون اي تركيز على القصه. ويمكن ما شفتش فيلم رعب قوي من ساعه فيلم ذا كونجرنج الجزء الاول. ولكن خلينا نشوف فيلم ذا اكزوريزم هيقدم لنا ايه، ومتوقع صدور الفيلم في السينمات بتاريخ 21/6. فيلمنا اللي بعده هو فيلم A Quiet Place Day One، والفيلم ده احنا ممكن ما نعتبروش الجزء الثالث للسلسله، لانه بيحكي ازاي الحكايه بدات قبل نهايه العالم وقبل ظهور المخلوقات المفترسه اللي بتتحرك غريزتها ناحيه الاصوات. ومتوقع نزول الفيلم بتاريخ 27/6 في جميع السينمات. الفيلم الجاي هو اكتر فيلم منتظر السنه دي، ويمكن اكتر فيلم انا متحمس له بشكل شخصي، وهو فيلم ديدبول اند وولفرين. حاسس مارفل عايزه تصالح جمهورها بعد سلسله الافلام والمسلسلات اللي ما كانتش في افضل مستوى خالص، خصوصا بعد ما نجوم الصف الاول في مارفل انتهت عقودهم وانتهت ادوارهم بعد فيلم افنجرز اند جيم. ومن ساعتها ومارفل عماله تلطش وتكروت في افلامها وبتحشر اجندات بالعافيه بشكل مبالغ فيه جدا في اعمالها، وتدمير شخصيات مهمه جدا زي شخصيه ثور اللي بعد ما كان شخصيه ليها كاريزما وهيبه واقرب للشخصيات الكوميديه والهزليه. والحقيقه كده وبصراحه انا حاطط امالي كلها على فيلم ديدبول، واتوقع انه هيكون بدايه عوده مارفل للمسار الصحيح وبدايه التجهيز لفيلمين افنجرز الجايين، افنجرز 5 اللي لسه مش عارفين هيكون اسمه ايه بعد ما مارفل كنسلت مشروع ذا كانج داينستي، وطبعا مارفل سيكريت وورز. وتاني اكبر سبب انا متحمس عشانه هو عوده هيو جاكمان لدور وولفرين ورجوعه تاني لعالم مارفل، وبالتاكيد ده مش هيكون اخر فيلم. ومتوقع نجاح ثنائيه هيو جاكمان وراين رينولدز بشكل كبير، ومارفل حددت ميعاد نزول الفيلم بتاريخ 26/7، وحقيقي متحمس جدا للفيلم ومستنيه بفارغ الصبر. فيلمنا اللي بعده هو فيلم تراب، والفيلم بيتكلم عن اب وبنته بيحضروا حفله موسيقيه، ولكن بيتضح ان هم دخلوا حفله بيتم فيها ممارسه طقوس شيطانيه ومظلمه جدا. هنشوف ايه اللي هيحصل. الفيلم ده من اخراج المخرج الكبير ام نايت شايمالان، واللي شفت له افلام كتير ناجحه زي امبريكابل، ذا سيكس سنس، وطبعا فيلم سبليت، واخرهم فيلم جلاس. متوقع نزول الفيلم بجميع السينمات بتاريخ 9 اغسطس. ونيجي بقى لاكتر فيلم منتظر السنه دي، ويمكن هو اكتر فيلم انا متحمس له وخايف منه، وهو فيلم جوكر الجزء الثاني. وبعد ما الجزء الاول حقق اكتر من مليار دولار بتكلفه فيلم 55 مليون دولار، قررت شركه ورنر بروس انتاج جزء ثاني للفيلم. ومن ساعتها الحقيقه وانا كنت متحمس جدا ومستني ميعاد نزول الفيلم. وفي خلال الفتره دي بنشوف اشاعات اقرب للتاكيد ان فيلم جوكر الجزء الثاني هيكون فيلم موسيقي واستعراضي. انا حزين والله، ومع الكثير من يا رب لا ويا ريت ما تبوظوش الجزء الاول، بنشوف انضمام ليدي جاجا للفيلم، واللي بتاكد لنا ان الفيلم هيكون غنائي واستعراضي وموسيقي وكل اللي انت عايز تقوله. والحقيقه انا عندي امل كبير ان الكلام ده ما يكونش صح لما نشوف الاعلان الرسمي للفيلم. والفيلم تم تحديد ميعاد نزوله هو 4 اكتوبر، واتمنى من كل قلبي ان هم ما يبوظوش التحفه الفنيه اللي كانت في الجزء الاول.
قولوا لي رايكم في التعليقات لو الفيلم كان من نوعيه الافلام الموسيقيه، وهل هتكونوا متحمسين ان انتوا تخشوه ولا لا. الفيلم اللي معانا بعده هو فيلم مش مؤكد نزوله لحد دلوقتي، ومش فاهم صراحه ايه سبب التاجيل الكبير ده، وهو فيلم ليلو وستيتش، نسخه لايف اكشن من كرتون الطفوله المفضل اللي مش عارف ليه لحد دلوقتي الفكره دي ما جاتش على بال اي شركه انتاج. مفيش اي اخبار عن تاريخ نزوله، ولكن هو متوقع انه ينزل السنه دي او في بدايه 2025، واتمنى نشوفه السنه دي عشان نسترجع ذكرياتنا مع ستيتش. وصلنا لاخر فيلم معانا وهو فيلم جلاديتور الجزء الثاني، وطبعا هو تكمله للفيلم الايقوني بعد موت ماكسيموس، واتمنى الفيلم ده يكون على قدر المستوى، وده طبعا عشان الفيلم الاول كان فيلم اسطوري ولسه لحد دلوقتي بتفرج عليه تاني ومتعلق بيه. والفيلم هيكون من بطوله دينزل واشنطن وبيترو باسكال، ومن اخراج المخرج الكبير ريدلي سكوت. متوقع نزول الفيلم في شهر 11 تحديدا يوم 22، واتمنى من كل قلبي يكون الجزء الثاني بنفس قوه الجزء الاول. قولوا لي اكتر فيلم متحمسين ليه في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقه ظبطوني لايكات وسبسكرايب. اشكركم جدا واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.